السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وعافية. اليوم بغيت نقدم لكم مائدة غداء سفيانية أو مسفيوية، وإلا هضرنا قلنا سفيانية يعني كنتحدثوا على السمك. إذا هاد مائدة الطعام أو مائدة الغداء غتكون بها مقبلات ساخنة وسلطة متنوعة وعدة أنواع من الأسماك، الميرلون، الصول، القمرون أو الكروفيت والمحار يعني بوزرو. غتشوفوا يعني الطريقة باش كنوجدهم. كنتمنى هذا الفيديو يروقكم وينال إعجابكم. في البداية غنبدا بتحضير يعني المقبلات. غندير هنا الدنجال المدخن. غنخلي لكم طريقة التحضير ديالو راه كنت قدمتها في فيديو سابق. وكنسلق هنا الخضرة ديال الشلاضة، وايضا كنوجد في الخبيزة او البقولة. اذا نخليهم يوجدوا، من بعد غنمشي نحضر الشرمولة اللي غنشرمل بها الحوت وايضا بعض فواكه البحر. غناخذ هنا الخبز بالمعدنوس، ثومه، معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. ايضا غادي نضيف الهريسه. هذه كنت وجدتها في المنزل، راه غنخلي لكم ايضا رابط التوجد ديالها، كتجي لذيذه وصحيه احسن تاع برا. غادي نضيف هنا بعض يعني العطريه. غناخذ الكمون، غنضيفو ايضا الكركم او الخرقوم البلدي. غنضيفو التحميره او الفلفل الاحمر الحلو. اذا هذه هي العطريه غندير. لاحظتوا ما درتش البزار او الفلفل الاسود لانني درت الهريسه. هنا غنضيف الحامض، ما درتش الملحه لان هذا الحامض مالح، هذا عصير ليمون مصبر. غنخلي لكم الرابط ديالو كيكون موجود دائما محضر مزيان. اذا هاد الشرموله غادي نطحنها، ومن بعد غادي نشد الميرلون، غادي نشرمل بها الميرلون. الشرموله اللي غتبقى غادي نحضر بها القمرون او الكروفيت. هنا غادي نشرمل الصول. غنحضر التشرميله، غندير غير التوابل، الخرقوم البلدي، غنضيف ايضا التحميره او الفلفل الحلو. اللي بغى يدير حار يدير، انا ما درتوش شيء. وغنضيف الكمون والملح، وغادي نخلط هاد المكونات بزيت المائده. نسيت ما قلتلكمش بان الشرموله هي ردت فيها زيت الزيتون. غادي نخلط مزيان وغندهن بهم الصول، وغادي نخلي هاد السمك في الثلاجه حتى تيقرب نحط الغداء. عاد غنديرو في الفرن، ما غاديش نقليه. اذا خصو يكون صحي، احسن انه يطيب في الفرن. طاجين ديال المحار او بوزروك، اول شيء خصنا نقيوه مزيان، يتنقى ويتغسل عده مرات باش تحيد منه الرمله. اذا هاد البوزروك غنحضروا بمطيشه وباللفت المحفور. غنوضع الطاجين فوق النار، غنضيف زيت الزيتون، وغنكون طحنت مطيشه او الطماطم مع الثومه. غنديرهم مع زيت الزيتون، وغنبدا نضيف في التوابل. في الاول غنضيف نسيت الزبر معدنوس ثم التوابل. غنبدا بالكمون، ثم غنضيف ايضا الكركم او الخرقوم البلدي، وغادي نضيف الفلفل الاحمر الحلو او التحميره. اذا هادو هما التوابل اللي درت. ما درتش بزار لانني غندير الهريسه لان هي كتحر مزيان. اذا الهريسه درت شويه ديال صلصه الطماطم مركزه. اذا غنغطي على هاد الطاجين حتى تبدا مطيشه كتغلى، يعني تغلى مطيشه شويه. غنضيف الان اللفت المحفور، وغنضيف الزيتون،
وعاود الكبار. هنا بالنسبه للكبار راه مشهور في مدينه اسفي، كيعطي واحد اللذه لاطباق السمك. وغنخليه حتى يطيب شويه هذاك لفت المحفور. في اخر لحظه عاد غادي نضيف بوزروب او بحار، وغنضيف فلفله حاره والحامض مصير. اذا هنا غتخليوه فقط غير شي 5 دقائق بين ما يغلى شويه، وغتحيدوه لانه هو ديجا طيب. اذا هنا بالنسبه للسلطه درت سلطه يعني الماركه ديالها غادي ندير فيها هاد النوع ديال المعجنات. تقدروا ديروا الرز، تقدروا ديروا اي نوع من المعجنات اللي سلقتها. اذا غنضيف ليها الجلبانه مسلوقه، والذره معلبه غسلتها مزيان، والطون حيدت ليه الزيت، يعني فصلت عليه الزيت عاد حطيته. هي اذا خلطتهم مع هاد لي باط. الان غادي نوجد الصلصه، ما غنديرش المايونيز. هنا درت الجبن، هاد الجبن اللي منسم بالاعشاب وبالثومه راه كيتباع موجود. غنضيف البزار او فلفل اسود، وغادي نضيف عصير الليمون المصبر. راه قلت لكم فيه الملحه، اذا ما غنضيفش الملحه هنا. وغادي نخلطو حتى يولي تيتجانس هذا الخليط، وغنضيفو على هاد يعني الخليط اللي درت ديال المعجنات. غنوجد الان الصلصه ديال الخضار او لا فينيغريت. درت الحامض مملح والبزار وزيت المائده. بالنسبه للوبيا ضفت لها المعدنوس، وغادي نضيف عليها هاد الصلصه وهاد لا فينيغريت ونخليها جانبا. بطاطا ضفت لها البصله والمعدنوس، وحتى هي غنضيف لها نفس النوع من الصلصه. الباربه نفس الشيء، اذا درت لها فقط لا فينيغريت. هنا غادي بالنسبه للخيزو درت القزبر والمعدنوس، وضفت الحامض بالملحه، التحميره، الكمون، وشويه البزار. اذا غنخلطهم وغنضيف الزيت، وغنشرمل بهم الجزر المسلوق او خيزو مسلوق. المرحلة الأخيرة هي أنني غنوضع السمك في الفرن. هنا الميرلا فرشت لها ورق طهو باش ما تلصقش. أيضا بالنسبة للصوص غندوزو في السميدة رقيقة، يمكن ديروا النخالة أيضا رقيقة باش كيجي مقرمش. وهنا استعملت حتى شوية تاع السرديل. هنا السرديل ما شرملتوش، غنديرو عادي. غنبدا الدريساج ديال الشلاضة. وضعت الخس في البلاطو، وخديت هذا المول على شكل وردة، وغنوضع المعجنات، يعني خليط المعجنات مع الجبنة والمايس غنديرو في الوسط. غنضغط مزيان باش يتجانسوا او باش يشدوا في بعضياتهم مزيان. عاد يمكن ليا نحيد داك المول، وغادي تبقى الشكل كيف الوردة. ومن بعد غنوضع الخضر اللي كنت حضرت، غنوضعها حول هاد المعجنات بحيث هذه كتكون هي المركز. كتلاحظوا بان غنحيدوها بشويه وغتبقى شابه مزيان. هنا باش نزين، اذا بعد ما وضع الخضر باش نزين خديت هاد لي كيوردون كيتباعوا هادو، خديتهم 15 درهم. اذا درت فيهم القيمون او كروفيت، درت طوماط سوريز وفرomage باش غادي نزين هاد السلطه. ايضا الوقت اللي غنوضع السلطه خصني نوجد القمرون هو اخر لحظه لان دغيا كيطيب. غناخذ شرموله اللي كنت حضرت من قبل، وغنوضع الزيت في المقلاة، وغنوضع معهم القمرون، وغنبقى نشحرهم على يعني نار مرتفعه لان غيكونوا صوتي. وفي اخر مرحله غنضيف لهم عصير الليمون. لاحظتوا الان بعد ما طابت الميرلا والصول انهم كيجيو محمرين ناشفين وما كيكونش فيهم الزيت. بالنسبه للقمرون غادي نوضعوه في هذا الكيسان
بشكل فردي وكيقشروه على ملي كيبغيو ياكلوه. اذا هنا بالنسبه لتزيين الطاوله الطعام درت جوج دو ناب، جوج، وحده في الاحمر وحده في الصفر. وهنا خديت هاد لي دو سو بلا هاد تاع الحصير من مراكش كيديروا 10 دراهم وحده. خديت لي فيهم ايضا الصفر واللي فيهم الاحمر. وكان هذا التنسيق ديال الطاوله بحيث استعملت اواني فخاريه تقليديه مغربيه باش هي اللي وضعتها في الطاوله، لان الصناعه التقليديه المغربيه يعني غنيه عن التعريف. وضعت المقبلات اللي وجدت اللي هي الخبيزه. بالنسبه للطويجنات درت فيهم بوزروك او المحار. بالنسبه للزلايف كي درت فيهم الزيتون اللي فات لي وريتكم رقص، الزيتون الخضر والزيتون الاسود. وضعت ايضا الدنجال مدخن. بالنسبه لديك الطبيقه كنت خديتها من صويره هذيك كنديروا فيها الخبز. كنتمنى هاد الفيديو يكون راقكم وينال رضاكم واعجابكم، والى فيديو اخر باذن الله.